تخيل إن حتة رسمة بسيطة عملها تاجر رز ياباني من 300 سنة هي اللي بتتحكم في تريليونات الدولارات في بورصات العالم كلها النهاردة. يا مساء الفل على أصحاب المزاج العالي والقهوة المظبوطة. منور القهوة يا صاحبي الجميل. شد كرسيك وركز معايا عشان النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم، الشموع اليابانية والحرب اليومية. بص يا سيدي، القصة بتبدأ من حوالي 300 سنة في اليابان. كان في تاجر رز داهية كده اسمه هوما. الراجل ده كان ذكي جدا وكان عايز يعرف كل يوم مين اللي كسبان ومسيطر على السوق، المشترين ولا البياعين. فقام اخترع طريقة بسيطة وعبقرية يرسم بيها الإجابة دي. الفكرة الأساسية يا صاحبي إن السوق ده عبارة عن خناقة أو تقدر تقول حرب يومية طاحنة بين فريقين. فريق المشترين اللي عايزين السعر يطير للسماء، وفريق البياعين اللي عايزين السعر ينزل 7 أرض. وفي آخر اليوم لازم واحد فيهم يغلب. الشمعة بقى هي اللي بتلخص لك مين اللي كسبان الحرب دي وكسب بقد إيه بالظبط. الشمعة دي بتتكون من حتتين 2 بس. الحتة الأولى هي الجسم، ده المستطيل التخين اللي في النص. ده وظيفته يسجل سعر أول صفقة في اليوم، ودي بنسميها الافتتاح، وسعر آخر صفقة، ودي بنسميها الإغلاق. المسافة اللي بينهم دي هي جسم الشمعة. الحتة التانية بقى هي الديل، ده الخط الرفيع اللي بيطلع من فوق ومن تحت الجسم. الديل اللي فوق بيقولك أعلى سعر السهم شافه في اليوم ده، والديل اللي تحت بيوريك أدنى سعر السهم نزل تحت ضغط البياعين. تعال نضرب مثال بسيط على محل أحمد بتاع البرجر. النهاردة سهم أحمد فتح الصبح ب100 جنيه. المشترين هجموا واشتروا بقوة، فالسعر ضرب ووصل ل120 جنيه. بس البياعين ما كسلوش، دخلوا وضغطوا جامد، فالسعر هبد ل95 جنيه. وفي الآخر المعركة هديت والسعر استقر وقفل على 112 جنيه. طب الشمعة دي بقى هتترسم ازاي؟ الجسم هيبقى من 100 ل112 لأن دول الافتتاح والإغلاق. الديل اللي فوق هيسحب لحد 120، والديل اللي تحت هينزل لحد 95. رسمة بسيطة بس بتحكي قصة يوم بحاله. السؤال الأهم بقى، مين المعلم اللي غلب النهاردة؟ الإجابة في اللون الشمعة يا صاحبي. لو الشمعة خضراء يبقى الإغلاق أعلى من الافتتاح والمشترين هم اللي كسبوا، لكن لو الشمعة حمراء يبقى الإغلاق أقل من الافتتاح والبياعين هم اللي داسوا على المشترين. وفي مثال عم أحمد قفلنا على 112، يعني أعلى من 100، يبقى الشمعة خضراء والمشترين كسبانين. الزتونة، الشمعة اليابانية هي ملخص خناقة كل يوم في البورصة. مين ضرب